انا قررت النهارده يا جماعه ان انا هعمل اكتر اكله محتاجه طولة بال، بس النتيجه بتاعتها بتبقى خطيره. انا كان عندي نص كيلو لحمه، ابتديت ان انا اشوحهم زي ما انتم شايفين في حته من ولو الليه. مش بتحبوا الليه ممكن تشوحوها في حته سمنه مفيش مع مشكله، شوية صغيرين من الصويا صوص عشان اللحمه تاخد اللون الخطير ده. ولما خلاص اللحمه اتشوحت كويس نزلت بالبصل، وانتوا تحسوا ان البصل كتير شويه بس كل ده يا جماعه هيدوب. في المرحله دي بقى حطيت معلقه من الفلفل الاسود، بس معلقه محترمه كده، وشويه سكر صغيرين جدا، وابتديت بقى ان انا كرمل البصل مع اللحمه، وعايزه اقول لكم الريحه كانت تحفه. وبعدين بقى حطيت شويه توم كده مفرومين، يعني يا دوبك معلقه صغيره، مع طماطميه نونو قوي مبشوره. عايزه اقول لكم هتنقل طعم الاكله دي في حته تانية خالص. طبعا زودت ميه وقلبت كل ده مع بعضه، وسبتها يا جماعه لمده ساعه كده، ساعه ونص على نار هاديه. ونيجي بقى للتركايه اللي بتنقل بقى كل ده في حته تاسعه بقى، يعني يا ريتها في حته تانية. كوبايه زبادي خففتها كده في شويه ميه ونزلت بيها بقى على اللحمه. عايزه اقول لكم لما تجربوا حوار الزبادي ده مش هتبطلوا. وطبعا ظبطت الملح في الاخر وسبتها حوالي 10 دقايق كده. ونيجي هنا بقى للجمال